قراءة اليوم غتكون قراءة روحانية بامتياز. غنشوفوا حالكم وأحوالكم الروحانية، وكذلك في هذه القراءة أو أثناء القراءة نشوفوا النوع ديال الأسحار اللي تعرضتوا ليها لو كان فعلا عندكم سحر. القراءة سوف تكون بلوتاغو دو مارسيل. وأثناء القراءة إذا أمكن نشرح لكم كيف تتم كيف تكون نوعية هذه القراءات. يلا نبداو. هاد البطاقة وضعكم الحالي، اوكي، او الحالة اللي نتو فيها حاليا، ليتا ديسبري. كنشوفكم في مرحلة تحول داخلي كبير وعميق. الابواب اللي كانت مسدودة في وجهكم غتبدا تحل شوية بشوية باذن الله. القيود اللي كانت معطلاكم والعراقيل غتبدا تفك اولا غتموت باذن الله. كاين خروج من فتره او طاقه سلبيه اللي طولت معكم، طاقه سلبيه قديمه بزاف وكانت مطوله معكم، يعني طولت معكم وقعدت معكم لفترات طويله. ولكن القراءه تقول انكم ما كنتوش لوحدكم، ما كنتوش تتحاربوا بوحدكم. الناس اللي داخلين هذا الفيديو او الطاقات اللي داخله طاقات روحانيه بامتياز، او كما تنقولوا ولاد وبنات الجواد. وجوادكم كانوا واقفين معكم في الخفاء، كانوا تعاونكم في الخفاء. نتوما يعني نقدو نقولوا معكم رفقه محاربه بامتياز. غير هما واحد الوقت يعني كانوا مقصحين واحد شويه وكانوا مربوطين عليكم، حتى فعلا نتوما دزتم واحد الاذى روحاني كبير، دزتم واحد التعطيل روحاني كبير بزاف. بكل صراحه للبعض منكم ما كانتش فقط التوابع اللي في طريقكم واللي معطلاكم، كذلك البعض منكم تعرض للسحر، تعرضتوا للأسحار. البعض منكم تعرض للربط وتوقيف الحال، تعرضتوا للسحر. البعض منكم بعض الطاقات تعرضتوا لسحر المقابر، السحر المدفون، بما أننا عندنا كارت الموت طلعت. البعض منكم تعرض للسحر المدفون، سحر المقابر، أو سحر الأماكن اللي في الأماكن المهجورة. بس أكثر طاقة طلعت سحر المقابر، خصوصا الناس اللي كانوا حداهم أو لا الناس اللي عندهم في المدينة ديالهم القبور ديال النصارى. هاد السحر غالبا كان في القبور ديال النصارى غالبا. كذلك تعرضتوا للسحر ديال الماء، السحر المرمي في الماء، في القلتة ديال الماء، اولا اللي تيكون في المراكد، بما ان طلعت لنا لاكارت ديال القمر. تعرضتوا للسحر المقابر او سحر الاماكن المهجوره او السحر اللي تيكون في الماء، سواء مرشوش او السحر اللي كان او اللي ترمى لكم في القلاتي ديال الماء. كذلك البعض منكم او بعض الطاقات تعرضتوا للسحر في الصور ديال عرسكم. للبعض منكم تعرضوا للسحر في الصور ديال عرسهم. البعض الآخر أو طاقات أخرى حضرات غير سحر القبور والخرابات وهذه الأمور. البعض منكم تعرض للسحر هذا قديم بزاف، سحر ما كانش ليكم نتوما ولكن نتوما اللي هزيتوه. طلعت لي طاقة أو استحضرتني طاقة كتقول البعض منكم يا كنتو في سكن الطلاب أو كنتو مشيتو تكملوا قرايتكم في مدينة غير المدينة اللي نتوما فيها، وكريتو في سكن الطلاب، كريتو مع شي ناس تتعرفوهم، جيرانكم، صحابكم، المهم ناس من نفس المدينة. مشيتو من مدينة لمدينة وكريتو في بيوت الطلاب، وفي هذه الفترة هذه تعرضتوا للسحر. هاد الناس هادو اللي كانوا معكم ما كانوش صافيين، هاد الناس هادو صيفطوا معكم السحر، صيفطوا معكم
بعض الحجابات وبعض الكتب صيفطوها معاكم لولادهم وانتم ما جايبين الدنيا اخبار. يعني ساكن الطلاب كل واحد تيجيب شي حاجه اللي تيكون معاه. مثلا نتوما كنتو مشيتو رجعتوا لداركم ومني بغيتو ترجعوا للسكن ديال الطلاب ديالكم، اهل هاد الناس صيفطوا معاكم شي حاجه، وهذا الشيء اللي صيفطوا معاكم يعني سواء اكل سواء امور من هاد الامور هذه، هاد الشيء اللي صيفطوا معاكم كان فيه سحر. كانوا كتوبه، كانوا حجابات. الحجابات كانت مكتوبه بالقطران وبالزعفران الحر او المداد الروحاني. هاد الحجابات هذه كانت مصيفطه، كانوا مصيفطينها لولادهم او لهاد الناس هادو، وانتم هزيتوها معاكم وانتم غير محصصين، عفوا غير محصنين. فالعوارض ديال هاد الاسحار وديال هاد الكتبات خديتوها نتوما او لا هزيتوها معاكم نتوما. كذلك عندي سحر الناس اللي كانوا تيبنيو، الناس اللي بناو الديور ديالهم، وهاد الديور هذه اللي بنيتو كانوا فيها مشاكل. يعني قبل ما تبنيو السكن ديالكم كانت بعض المشاكل وناض واحد الصداع واحد الفوضى على هذا البني هذا. قبل ما ترميو الضاله تسحرتوا في الساس ديال الدار عند العتب. يعني قبل ما تبداو البناء ديالكم تسحرتوا، قبل ما ترمى الضاله تعرضتوا لهذا السحر هذا، قبل ما ترمى الضاله الاولى تعرضتوا لهذا السحر هذا. الناس اللي سحروكم كانوا غالبا من الاقارب ديال الاب ديالكم، يعني من الجهه ديال الاب، يا ولاد عمو يا عمامو، يا المهم شي حاجه من جهه الاب تعرضتوا لها في السحر اثناء البناء. طاقه اخرى حضرات او طاقه ثانيه حضرات، الناس اللي تسحروا في وقت عاشوراء. في عاشوراء تسحرتوا، السحر ما كانش لكم نتوما، ما كنت هذا السحر هذا ما كانش لكم نتوما. هذا السحر هذا كانوا دايرينه او تيقوموا به، هذه الاعمال كانوا تيقوموا بها الجيران ديالكم. وانتوما هزيتوا الدقه او لا خديتوا العوارض ديال الاعمال اللي كانوا تيديروها. يعني رجعوا بالذاكره ديالكم للوراء، هذه 15 عام 20 عام 25 عام. واحد الايام من ايام عاشوراء كنتو شميتوا شي ريحه خايبه بزاف 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 بزاف. ومورا هذا الوقت هذا وانتم ماشي ليه واموركم معطله واموركم موقفه وداركم مشكله واموركم كلها موقفه، كانوا شي جيرانكم داروا شي حاجه، قاموا ببعض الاعمال الروحانيه الخايبه وانتم اللي هزيتوا الدقه ديالها او اللي هزيتوا العوارض ديالها. ولكن الحمد لله هاد العقد وهاد التوابع وهاد الاسحار بدات تضعف، والعقد بدات تتحل شويه بشويه ووحده بوحده. كنشوف موت الطاقه الخايبه، موت الطاقه السلبيه اللي كانت معطلاكم واقفه في طريقكم، وبدايه جديده باذن الله. الحوايج اللي كانت واقفه غادي تتحرك وغادي تزيد، الحمل الكبير اللي كان فوق كتافكم غادي يزول، القيد والقيود اللي كانت متقله عليكم غادي تحل باذن الله. الطاقه الثقيله اللي كانت دايره بكم غتبدا تحيد شويه بشويه. بما ان القراءه روحانيه بامتياز، هذا الكارت الحمد لله تدل على زوال السحر والتوابع وتفكك الطاقات السلبيه اللي كانت معطلاكم ومعطله طريقكم. الناس اللي قاموا ببعض الاعمال الروحانيه، علاجات، رقيه، قليع، قطع تابعه، عفوا طقوس، هاد الامور كلها، يعني الناس اللي قاموا بهاد الامور هذه الحمد لله ان شاء الله غتبدا تبان النتيجه وغادي تشوفوا التحسن والبشارات غتبدا تبان باذن الله. بالنسبه لهالكارتين لو بابي لا بابيس، يعني الكاهن والكاهنه العظمى، فملي تكون القراءه روحانيه او لا قراءه لمعرفه الاسحار والروحانيات وتطلعوا هاد الكروت، فتتكون القراءه روحانيه بامتياز. يعني الناس اللي داخلين لهاد الطاقه ناس روحانيين ما فيهاش المزح. فهاد الكارتين غيكونوا تحذيرات ونصائح، يعني كل وحده تتكمل بعضها، غيكونوا تحذيرات ونصائح. هاد الكروت او هاد الكارتين رسائلهم واضحه، يعني ماشي اي حاجه سمعتوها ديروها. ردوا بالكم من الصابين واللي كيدعوا انهم روحانيين. كذلك بعض الطاقات وصلات تقول انه البعض منكم راه غير تزرف في شي طقوس روحانيه ما كانش خاصو يديرها، وهذا الكلام
بطبيعة الحال بين قوسين. هاد الكروت تقول ان البعض منكم يا درتو ذبايح ما كانش ليكم وما كانش خاصكم ديروها، او لا درتو طقوس روحانيه وقمتوا ببعض الاعمال الروحانيه ومن هاد الذبايح، ولكن درتوها بالطريقه الغلط، ما درتوش داكشي كما هو. هاد الكروت تقول هاد الكروت هاد الكارتين تيقولوا ما خاصكمش تعاودوا الاغلاط ديال الماضي، ما تثقوش باي شخص، خصوصا انه انتم عندكم حدس قوي جدا، انتم بجوادكم، وجوادكم راه تيوريوكم شنو خصكم ديروا وتيبينوا لكم بزاف العلامات والاشارات. راه غير انتم البعض منكم ما تيبغيش يسمع او ما تيفهمش هاد الاشارات، واللي سمعتوها تديروها بلا تفكير. ماشي اي وصفه خصكم ديروها كما سمعتوها، او اي طقس من الطقوس الروحانيه غادي تنوضوا وديروه. اتونسيون، راه بزاف منكم داروا التعطيل لنفسهم والمشاكل لراسهم بسبب الاشياء الغلط اللي داروها. هاد الكروت تنصحكم وتقول لكم ما تشربوش عند اي شخص، ما تاكلوش عند اي شخص. البعض منكم تعرض للسحر المأكول او المشروب. كذلك هاد الكروت تقول لكم ما ديروش اي طقس روحاني انتم ما متاكديش منه، ما تقوموش باي زياره ما مطلوباش منكم، ماشي غير هز صاكك وطبقك وزيد، لا لا لا، ما ديروا الحاجه تتكونوا متاكدين منها. طاقه خرا وصلات الناس اللي تيديروا الطقوس الروحانيه، راكم عارفين راسكم اش تديروا. الناس ديال الطقوس الروحانيه ما تجيوش وتحبسوا، يعني كما بديتوا الامور كم اللفو من الاول او كما يجب من الاول، كملوا حبسوها بطريقه صحيحه. ما متاكدينش من داكشي اللي غديروا، سيروا عند الروحانيين، سيروا عند اكثر من واحد حتى تلقاو الشخص اللي تاكدوا منه وتثقوا فيه وترتاحوا ليه. يعني ما تجيوش عندي هنايا طاقات تقول البعض منكم غناض وحبس داك الطقوس الروحانيه حيت قالها له راسو. لا، ما تحبسوش منكم لذاتكم، ما تجيوش تحبسوا غير لحقاش مليتو او ما بقيتوش باغين، او لا صافي وصلنا داكشي اللي بغينا يلا صافي غادي نحبسوا. لا لا، هادشي ترجع عليكم وتيمشكلكم وتعرقلكم حتى هو. كذلك الناس اللي تيديروا او لا تيمشيو لليلات، الليله ماشي ديالكم ما تمشيوش ليها. ما محسنيش راسكم، ما تعرفوش شنو خاص يدار في الليلات، ما محسنيش راسكم، ما مستعديش، ما تمشيوش الليله ماشي ديالكم، ما تمشيوش ليها. البعض منكم تيهز العوارض او تيتمشكل ابتداء من هاد الليلات. الليله ما وقفاش عليكم ما ديروهاش، الحاجه ما وقفتش عليكم بالبيان ما ديروهاش. لا بابيس الكاهنه العظمى تتقول لكم الامور الروحانيه تتبغي الراحه والطمانينه ديال القلب. حسيتوا انكم مرتاحين لشي روحاني، او حسيتوا انكم متفائلين بشي روحاني او لشي طقس من الطقوس اللي غديروه، كنتم متفائلين مرتاحين مطمئنين، قلبكم مطمئن، توكلوا على الله وديروه. حسيتوا براسكم نافرين بشي روحاني او بشي حاجه روحانيه او شي طقس من الطقوس، حسيتوا براسكم نافرين وما مرتاحينش، حبسوا وبدلوا ساعه بخرى. كنتوا ناويين تقوموا بشي زياره او ديروا شي طقس روحاني، ناض الصداع من الاول، ناض المضاربه، ناض الصداع، كانت عكوسات، بانت لكم الامور معكسه، حبسوا. هذه كلها راه اشارات روحانيه خصكم تنتبهوا ليها وتفهموها. خصكم تنتبهوا ليها عفوا وتفهموها، ما تغمضوش عينيكم، ما تصروش الحاجه ما تيسراتش من الاول، بدلوا ساعه بخرى. ولكن يعني كارت لا لون او دمون او القمر من اقوى الكروت في الروحانيات. طارو دو مارسي، الحمد لله النتيجه مطمئنه ومبشره نفس ما قلناه. هذا الكارت تاكد ما قلناه باذن الله. النهايه او اللي جايكم كله مبشر ومطمئن، غادي تحل لكم البصيره، الحدث عندكم غادي يزيد يتقوى، طريقكم غادي تبدا تبان وتوضح. مرحله القلق والشكوك والغموض اللي كنتوا عايشين فيها واللي كنتوا مارين منها غادي تزول باذن الله. البعض منكم غادي يتباشر وقريبا جدا.
البعض منكم غيتباشر وغتعرفوا او غتلقاو الجواب على اللي في بالكم. البعض منكم غيتباشر ابتداء من الليله اللي شاف فيها الفيديو. عندي تباشر، عندي رسائل غتجيكم من روحانياتكم، غتحلموا باذن الله. عندنا القمر، ليل، يعني احلام، يعني الكروت بعض المرات تكون واضحه. قمر، ليل، احلام وتباشر. غتباشروا باذن الله. الناس اللي بجوادهم والناس اللي مملوكين او اللي بروحانياتهم، اوكي، ان شاء الله غادي يعطوكم الاشاره، والشيء اللي شاغل بالكم غتعرفوه باذن الله في منامكم. غادي يوريوكم داكشي اللي نتوما باغيين تعرفوه، وغادي يوريوكم كذلك شنو خصكم ديروا. راه غير خصكم نتوما تفهموا الميساج وتلقطوها. خصكم تفهموا، يعني الواحد يكون لبيب واحد شويه. حاولوا تفهموا الرسائل. قراءة اليوم كانت قراءة مستعجلة طبعا. المدققة تأخذ وقت كثير، يعني هالكروت عندها الكثير ما تقول، يعني قدو نقعدو ساعة، ساعتين، 3 ساعات لا بغينا نحلو كل كارت. حاولت نعطيكم أهم الرسائل أو أهم الأمور اللي وصلت. ابصموا على طاقتكم، اكتبوا تم في التعاليق، خلوا لي النوع القراءات اللي تحبوا نديرها لكم. فوق كل ذي علم عليم. شكرا لكم.